عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي، هنعمل النهارده الليمون المعصفر. جبت الليمونه وحطيتها في ميه دافيه. اول بس ما البخار طلع لمده دقيقتين فقط قطعتها بالطريقه دي، بالطول كده وبالطول كده، مش للاخر، لنصها فقط. تمام. جهزتها وما بتشرفيهاش بعد ما بتنزليها في الميه لمده دقيقتين فقط، بتسيبيها بالميه بتاعتها. دي تعتبر ماده حافظه علشان ما يعملش ريم ابيض على الوش، زائد ان انتي هتحشيها بحبه البركه وبالشطه وبالعصفر. دول هتجيبيهم من العطار، زائد هنقولك كمان هنحط عليهم الملح، وكمان معلقتين شطه، شطه اللي هي هريسه الشطه اللي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده بتاع الزيتون المملح، اللي هي عباره عن كيلو فلفل حار. بتحطيه على النار وبعدين بياخد غلوتين كده، وبعدين تضربيه في الخلاط ب4 فصوص ثوم ومعلقه زيت و3 معالق سكر وفنجان خل لحد ما يعمل معاكي كده، وتحطيه في برطمانات وتحطي عليه معلقه زيت على الوش وتحتفظي بيه، وتحطيه على المخللات، تحطيه على اكلاتك، تحطيه مع المشاوي. فانا دلوقتي اول حاجه هعملها هخلط كل دول مع بعض وهرجع لك تاني. حبايب قلبي، انا علشان عملت 4 كيلو ليمون، فكل كيلو بياخد نص كيلو مويه، يعني نص لتر ميه. فبتحط لها 3 معالق للتر، 3 معالق ملح للتر. حطيت ال3 معالق الملح هنا على الخليط اللي انا قلت لكم عليه، العصفر وحبه البركه والشطه، وبحشيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده اهو هكمل الحشو، وبعدين هوريكي وانا بحطه جوه البرطمان عامل ازاي والمرحله الاخيره. بصوا حبايب قلبي، حشيته زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنزل في البرطمان المعقم بتاعي وارصصه كده اهو، شايفين؟ بنزل ارصص كده، بحاول اخلي الفتحه بتاعته لفوق. تمام اهو، بسم الله. بصوا يا بنات حبايب قلبي، بعد ما رصصت كله في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب الحبه اللي فاضلين معايا اللي كنت بحشي بيهم وباخدهم كده، اخدهم انزلهم في الجناب كلها اهو. انا نزلت قبل المصور، نزلت شويه، باخدهم كده. تمام. والباقيين دول هحطهم في البرطمان التاني اهو. بعد كده تاني مرحله بجيب معايا اهو دوت لتر ونص ميه، هحطه في البرطمانين. اول حاجه هحط معلقه الهريسه اهي، معلقه الهريسه هدوبها. هو ده المحلول بتاعي اللي انا هحطه على الليمون المعصفر، معلقه الهريسه اهي. وكمان هحط معلقتين سكر. ايه فايده السكر؟ بيخليهولي مقرمش وجميل وما يتهراش منك. معلقتين سكر. تمام. واحط كمان نص كوبايه ليمون، نص كوبايه ليمون اهي. بقلب كل المحلول بتاعي ده اهو، بقلبه كويس جدا اهو. بعد كده بنزل عليها بسم الله. طبعا انا نسيت اقول لكم ان الميه مغليه وسبتها بردت، بقت فتره، ما بقتش بارده قوي ولا سخنه قوي. لو انت عايزه تاكلي من الليمون دوت في خلال اسبوعين او 3، حطي الميه سخنه جدا. لو انت عايزه تاكليه زي ما انا عاملاه رمضان، تمام، هتكمليها دافيه. قلبي، بعد ما حطيت المحلول بتاعي جبت واحده استرتش كده وحطيتها كده زي ما انتم شايفين اهو. شايفين؟ قفلت كده عشان ما يدخلش هوا ويبوظ معايا اهو. بعد كده بجيب الغطا بتاعي وبقفلها محكم، وبعد كده بروح حافظاه اول 6 ساعات بالطريقه دي، اول 6 ساعات بالطريقه دي. تمام. بعد 6 ساعات باخده على الطريقه دي، بلفه كده لفتين. بعد 24 ساعه بعدله واوقفه عادي جدا في مكان جاف مش رطب، يعني ما يكونش مثلا جنب بوتاجاز، جنب حراره. انا عايزاه يعني مكان كويس تحفظيه فيه، وهتخليه لمده شهرين ان شاء الله، وتاكلي منه احلى مخلل في الدنيا. تابعيني. شكرا ليكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.